السلام عليكم. التاريخ عامل زي لوحة كبيرة ما بتخلصش. أي حد يقدر يرسم عليها وأي حد يقدر يتفرج عليها. بس لأن كل واحد ليه أسلوبه وطريقته في الرسم وبيختار يرسم مين وإيه وإزاي، يعني مين يطلع البطل ومين يبقى الشرير، ولأننا معظمنا وإحنا كمان بنتفرج بنصدق اللي نفسنا نشوفه، فلوحة التاريخ ما بقتش لتسجيل الحقائق قد ما بقت زي تريح الدماغ من التفكير ورا أي حاجة أصلا بتتقال. ظاهرة الكونفirmation بايس أو الإنحاز التأكيدي، اللي هو لو مثلا دخلت دلوقتي كتبت على جوجل هل القطط أفضل من الكلاب، هتلاقي المقالات اللي بتظهر لك في الأول بتأكد لك إن طبعا 100% القطط أحسن بكتير من الكلاب، ويحط لك لستة من الأسباب اللي بتأكد الكلام ده. بس لو عكست السؤال وخليته هل الكلاب أفضل من القطط، هتلاقي نفس الفكرة. المقالات اللي بتظهر لك في الأول بتأكد لك إن 100% الكلاب أفضل وأحسن بكتير من القطط. دي نفس الفكرة اللي بتحصل في التاريخ والكذب اللي فيه. الأساطير التاريخية بتكمل وبتفضل عايشة مش عشان هي حقيقية، إنما عشان هي بس بسيطة معروفة. بطل بيحب الخير وبيضرب الشرير على قفاه وبنسقف ونخش ننام. هي ضحكت لنا كده، فبلاش نلعب في الثوابت لا مؤاخذة. أهلا بيكو في استوريتو. اسمي إسلام، والنهاردة هنتكلم عن 5 كذبات تاريخية ناس كتير عاشوا طول حياتهم فاكرينها حقيقة، وانتوا كمان اكتبوا لنا في الكومنتس اي كذبة من دول كنت فاكرينها حقيقة. من سور الصين العظيم اللي بيتشاف من السما، لاينشتاين واللي كان تلميذ فاشل وساقط، ومن اشهر اقوال ماريا انطوانيت اللي ما اتقالتش اصلا، لاسطورة الكاوبويز الامريكان والارض المسلطحة. هنتعرف بقى على مين اللي هبد اول هبدة واللي كانت السبب في انتشار الكذبة دي وهبدها ليه والسياق اللي بدأت فيه عموما. يلا بينا نبدأ. الأسطورة بتقول إن سور الصين العظيم هو البناء الوحيد اللي صنعه الإنسان وممكن يتشاف بالعين المجردة من على القمر أو من الفضاء. الهبدة دي بدأت حوالي سنة 1754 ميلاديا، يعني قبل ما نيل أرمسترونج يطلع القمر بأكتر من 200 سنة. واحد اسمه ويليام ستوكلي، الراجل ده كان عالم آثار إنجليزي، وفي ليلة كده كان قاعد رايق راح قام كاتب جواب لواحد صاحبه، وفي نص الجواب راح ناطع له جملة كده وقال له: تعرف السور الكبير قوي ده؟ كان يقصد بيها وقتها سور هيدريان، واللي طوله تقريبا حوالي 80 ميل. تعرف يا صاحبي السور ده مفيش حاجة تغلبه غير سور الصين العظيم. ده سور عامل شكل ظاهر وواضح جدا للكرة الأرضية نفسها، وممكن أي حد لو حتى يقدر يطلع القمر دلوقتي هيشوفه من فوق. الهبدة اللي في نص الجواب دي اتحولت لواحدة من أشهر الكذبات اللي في التاريخ كله، والموضوع ده بقى ترند سنة 1932 لما روبرت ريبلي نشر في المجلة بتاعته صدق أو لا تصدق ريبليز بليف إت أور نوت صورة مكتوب عليها إن سور الصين العظيم هو أجمد حاجة الإنسان صنعها، والحاجة الوحيدة اللي ممكن تتشاف بالعين البشرية من على القمر. طبعا وقتها المجلات دي كانت عاملة زي السوشيال ميديا النهاردة. الخبر انتشر جدا لدرجة انه بقى يترسم ويتكتب عنه في الكتب الدراسية، يتعمل منه ألعاب. وبالنسبة للصينيين، وسع وسع يا عم الحاج، احنا جامدين قوي، احنا اللي عملنا سور ممكن تشوفه من الفضاء. تعرف تطلع القمر؟ لو طلعت القمر هتشوف السور بتاعنا من فوق. طبعا الحقيقة ان السور ده مستحيل ان هو يتشاف بالعين المجردة من الفضاء، وده لانه عرضه ضيق جدا، في العادي بيكون اقل من 6 متر، وكمان الوانه اللي تحسها مركزه كده مع الارض اللي حواليها بيخلي انك تعرف اصلا تحدد ان هو ده السور حاجه فوق المستحيله. والهبده دي كمان اتكشفت من زمان جدا لان هي اصلا متجذره في علم البصريات. لان مثلا زي ما قلت لك عرض السور العادي بيكون يعني حوالي 6 متر او اقل، وعلشان تقدر تشوفه من مسافة 160 كيلو متر اللي هو يعني مدار أرضي منخفض، ده تقريبا كأنك بتحاول تشوف سلك أو كابل قطره 2 سنتيمتر وانت واقف بعيد عنه بنص كيلو متر. انت متخيل الموضوع عامل ازاي؟ الحالة الوحيدة انك ممكن تقدر تشوف بيها الكابل ده بعينك يعني هي انك تكون حدة بصرك اكبر 7 مرات من الحدة العادية، وده يعني اقوى بكتير جدا من القدرة البصرية اللي موجودة عند النسور او الصقور مثلا. في اكتوبر سنة 2003 رحلة تشينشو 5 رجعت ومعاها رائد الفضاء الصيني يانج لي وي. الصينيين وقتها كانوا بيتفرجوا على التلفزيون ومستنيين بقى رائد الفضاء بتاعهم يأكد أسطورتهم ومجدهم الوطني. بس لما المذيعة سألته: انت شفت الصور الجميل بتاعنا من الفضاء؟ يا ترى كان شكله ايه؟ فرد الراجل وقال لها: الصراحة كوكب الأرض شكله جميل جدا من فوق يعني، والدنيا حلوة خالص، بس الصراحة برضو أنا مشوفتش أي صور.
طبعا الرد ده بالنسبه للصينيين والحكومه كان عامل زي صدمه، اللي هو انت بتقول ايه يا جدعان؟ سكتوه، ده لا يمكن يكون صيني، انت شكلك ياباني يا اما كوري، لا يمكن تكون صيني لا. وحاولوا في الوقت ده فعلا ان هم يضغطوا علشان التصريح ده يتشال. بس بعد كل ده سنه 2004 وكاله الفضاء الاوروبيه الاي اس اي نشرت قال يعني صوره بالغلط، صوره لنهر، وقال لك ده يا جدعان هو سور الصين العظيم. بس طبعا اضطروا ان هم يمسحوا الصوره دي بعد اسبوع واحد بس. الكذبة دي لسه بتتقال لحد النهاردة كجزء من الناشونال براندنج للصين نفسها، على الرغم من ان كل الناس اللي راحوا الفضاء نفوا الهبد ده. بس لو كان في ناس كتير مصدقين انها حقيقة، في ناس اكتر مصدقين لحد النهاردة كذبة ان الارض مسطحة او مسلطحة على حسب انت بتشوفها منين. المعرفة بفكرة ان الارض كروية كانت حقيقة علمية ثابتة من زمان جدا، من سنة 240 قبل الميلاد تقريبا، لما ايراتوستينس اليوناني واللي كان رئيس امناء مكتبة الاسكندرية قدر ان هو يحسب محيط الارض بدقة رهيبة. نسبة الخطأ في حساباته كانت اقل سيكة من 1%، وده لانه عرف يلاحظ ان الشمس بتبقى عمودية في اسوان وفي نفس الوقت بتكون مايلة بحوالي 7 درجات في اسكندرية. فضرب المسافة من المدينتين في 50 يعني، علشان 7 درجات اللي هي 50 على واحد من الدايرة، وطلع بنتيجة تقديرها حوالي 40 ألف كيلو متر لمحيط الكرة الأرضية، وده الرقم كويس جدا. بعد كده جم العلماء المسلمين في العصور الوسطى وبدأوا ان هم يطوروا المعرفة دي اكتر واكتر، لحد لما بنشوف البيروني اللي في القرن ال11 قدر يحسب محيط الارض ونسبة الخطأ في حساباته كانت اقل من ال1%. والإدريسي اللي جه بعد كده في القرن ال12 واللي قدر يرسم خريطة العالم بدقة جبارة. ناس زي المؤرخ جيفري بورتن راسل بيأكدوا ان ما عدا ناس قليلين قوي تقدر تقول ان مفيش اي حد متعلم في تاريخ الحضارة الغربية من القرن الثالث قبل الميلاد لحد دلوقتي كان بيفتكر ان الارض مسطحة. بس اكتر واحد اسمه بيجي في حوار سلطحة الارض ده هو كريستوفر كولومبوس، وفكرة انه في وقته كان هو الوحيد اللي فاهم الاشياء وقاريها ومستوعبها، وكان هو البطل اللي قدر يهزم الجهل والرجعية اللي كانوا متأصلين في البلاط الاسباني. اكتر واحد ساهم في انتشار الهبدة دي كان مؤلف اسمه واشنطن إيرفينج سنة 1828، وده لما كان بيألف السيرة الذاتية لكريستوفر كولومبوس نفسه، واللي سماها تاريخ وحياة كريستوفر كولومبوس. كولومبوس لما راح يعرض خطته على البلاط الإسباني وفكرته إن هو إزاي هيقدر يوصل للهند، المناقشة الحقيقية اللي كانت دايرة في الوقت ده كانت مناقشة مملة جدا جدا جدا، مليانة كلام لوجستي، رياضيات معقدة، وكلام حوالين بقى كب كف ترجيع وحجم الأرض والشغل ده. وده لان الموضوع يعني مش اللي هو هيروح يقول للملك بقول لك يا ملك انا مسافر اديني بقى فلوس والسفن والكلام ده، فالملك هيقول له ماشي يا باشا اتكل على الله. لا، ده كان في علماء فاهمين كويس جدا في الجغرافيا والرياضيات احسن من كولومبوس ده 100 مره، وكمان كانوا على درايه بفكره كرويه الارض، وكانوا متاكدين من ان حسابات كولومبوس دي كلها في الزلافه ومش مظبوطه. بس المعلم ايرفينج وهو بيكتب اللي حصل، بدل بقى ما يقول اللي حصل ده يعني حول المناقشه من الكلام حوالين حجم الارض للكلام حوالين شكل الارض، وحول كولومبوس نفسه لشخصية هي اللي بتمثل العلوم والفكر الجديد منه يعني، قصاد أوروبا العجوزة المتخلفة اللي مش عايزة تتطور وما بتصدقش في العلم. زي نفس الكلام اللي بيتقال عن أي حد بيعارض فكرة الانتخاب الطبيعي وداروين، وإن الإنسان يعني لا مؤاخذة كان أصله قرد. الهبد والكذب اللي كتبه إيرفينج ده سمع وكمل لحد أواخر القرن ال19، لحد لما واحد اسمه جون ويليام دريبر كتب كتاب اسمه تاريخ الصراع بين الدين والعلم، كان سنة 1874. بعديه بكام سنة 1896 جه واحد تاني اسمه أندرو ديكسون وايت، ده كتب كتاب اسمه تاريخ الحرب مع اللاهوت في المسيحية. الاتنين دول في كتاباتهم كانوا دايما بيحاولوا يثبتوا فكرة ان تاريخ العلم ما كانش مجرد تسجيل لاكتشافات علمية، لا ده كان عبارة عن حكي وحدوتة، وكان فيه صراعات ومشاكل كتير دايما بتحصل بين العقل البشري اللي متعلم يعني ومتنور قصاد التخلف الديني اللي كانت بتعمله الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى. وتخيلوا بطل الحكاية دي هو كولومبوس، واللي هو كان يعني رمز العقل البشري اللي بيقف قصاد التخلف الديني في الفترة دي. وده على الرغم من الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى ما ثبتش يعني ان هي كانت بتعارض فكرة كروية الارض. استمرار اسطورة الارض المسلطحة هو الاساس لفكرة اطروحة الصراع ده، كونفليكت ثيسيس، النظرية اللي اخترعها دريبر وديكسون وايت، واللي بتقول ان العلم والدين
كانوا وهيفضلوا على طول في حوارات ومشاكل ما بتنتهيش، عن طريق بقى ايه؟ خلق وهم ان كان في خناقات وصراعات خيالية بين ابطال بيمثلوا العقل والعلم قدام ناس تانية متخلفين بيمثلوا السلطة الدينية. وده لحد النهاردة بتحاول ترسخه مؤسسات وشركات واحيانا حكومات علشان تأكد على نفس الكذب. بس لو انت مش من اللي مصدقين في سلطعة وفلتعة الارض، ممكن تكون من اللي مصدقين ان الملكة ماري انطوانيت قالت مفيش عيش وماله ياكلوا كيك. اشهر كذبة في تاريخ الثورة الفرنسية بتقول ان الملكة ماري انطوانيت لما قالوا لها ان الفلاحين مش لاقيين ياكلوا عيش، ردت بكل برود وماله خليهم ياكلوا كيك. الجملة دي اتشهرت لدرجة انها بقت رمز كامل على ظلم وقسوة الطبقة الارستقراطية وانفصالها عن الشعب، واتخذت بعد كده كعذر ومبرر يدي شرعية كاملة للثورة الفرنسية نفسها. يعني مجرد جملة قصيرة بقت بتوريك وتلخص لك الحقد الطبقي والانفصال الاجتماعي اللي كان موجود في القرن ال 18. بس الحقيقة الجملة دي عمرها ما خرجت لا مؤاخذة بق ماري أنطوانيت، لأن أول ظهور متوثق للكلمة دي ما كانش في فرساي ولا كان في قصر الملكة في فرنسا، لكنه كان في كتاب اسمه Confessions أو الاعترافات للفيلسوف جان جاك روسو. الكتاب ده اتكتب ما بين سنة 1765 و 1767، يعني وقتها ماري أنطوانيت دي كانت لسه عيلة صغيرة بتاع 9 سنين ولا حاجة، ولسه أصلا حتى يعني ما وصلتش فرنسا لأنها اتجوزت لويس أوجست سنة 1770. روسو حكى إن كان في أميرة عظيمة اقترحت إن الفلاحين ياكلوا البريوش لما العيش ما كانش موجود، بس روسو ما سماش حد ولا كان اصلا قصده ماري انطوانيت. بس ايه بقى اللي لبس الجمله دي لماري انطوانيت؟ الموضوع ده كله كان عشان التشهير السياسي او زي ما كانوا بيسموه وقتها الليبلز، واللي تقدر تقول انها كانت زي الميمز اللي بتتعمل النهارده على السوشيال ميديا وتلاقيهم واخدين رياكشن كده بتاع واحد في موقف معين وعاملين من وش امه ستيكرز ملزقينها لك في كل حته. كانت عامله زي كتيبات سريه كده مليانه اشاعات اتهامات، واحيانا بيبقى فيها رسومات والفاظ بذيئه او اباحيه، وكانوا بيوزعوها على الناس في الشارع او بيلزقوها كمان على الحيطان. خصوم ماري انطوانيت السياسيين مسكوا الجمله دي بقى ولزقوها فيها علشان تبقى هي رمز للحاكم الاناني الظالم اللي عايش يدلع في نفسه وطز في الشعب. ولما يقولوا له الناس مش لاقيه تاكل الرز يقول لهم ماله ياكلوا كافيار. يا باشا الناس معاش حق التذكره بتاع الاتوبيس عشان يروح الشغل، يقول لهم وليه مش بيروحوا بالبرايفت جيتس بتاعتهم. الملكة دي كمان كانت في الوقت ده أصلا هدف مثالي جدا للتقطيع فيها، وده لأن مثلا أصلها نمساوي وكانوا بيسموها الكلبة النمساوية وبيقولوا عليها ألفاظ أبشع من كده بكتير، وده خلاها غريبة ومش محبوبة خالص من الشعب الفرنسي. كمان كان طول الوقت بيطلع حواليها اشاعات وحوارات بشبهات اسراف وبذخ، وخصوصا بعد ما حصل فضيحه عقد الماس سنه 1784 لسنه 1785، واللي اتهموها فيها ظلم انها غفلت الجواهرجي ولطشت منه عقد ثمنه غالي جدا رغم انها اصلا ما كانتش طرف في الموضوع ده. لكن الفضيحه دي خلت صوره الملكه الجحده الحراميه المسرفه تتاكد عند الناس كلها. فلما تيجي بقى الناس دي تسمع انها قالت خليهم ياكلوا البريوش، يبقى عندهم استعداد يصدقوا يا باشا على طول، حتى لو التوقيت الزمني بيقول ان دي كذبه. روسو كتب الجمله دي قبل ما العيله الصغيره اللي اسمها ماري انطوانيت دي تدخل فرنسا اصلا. كمان التفصيله بتاعت الترجمه اللي بتوضح قد ايه الاسطوره دي كبرت جدا. الكلام بالفرنسي مكتوب ان هي البريوش اللي هو عيش يعني من الغالي منه شويه، لما جم يترجموها للانجليزي عملوها الكيك اللي هو الجاتو او الكيك اللي احنا عارفينه. الفرق بسيط على الورق لكن في المعنى ضخم جدا. البريوش ممكن يتفهم على انه جهل يعني غفله، ما فيش مثلا عيش بلدي خد يا باشا عيش سوري لحد لما يجيبوا رده، لكن كيك يبقى انت كده غيرت المعنى وخليتها في الكيك. ان شاء الله يعني عنهم ما طفحوا ولا اصلا هي فرق لها. لكن زي ما بيحصل مع اي اسطوره الواقع مش مهم قد ما السرديه نفسها مهمه. فرنسا اللي كانت في ثوره كانت محتاجه شريره مثاليه تختصر الأسوأ اللي موجوده في الألبانية كلها في شخص واحد، وماري انطوانيت كانت بالنسبه لهم الهدف اللي هو قشطه عادي ممكن نوصل له. والنتيجه الجمله دي انتشرت وفضلت عايشه لحد النهارده، مش بس في فرنسا لكن في العالم كله. اي حد النهارده بيقول لك let them eat cake بيقصد بيها طبعا أسوأ وانفصال اي حاكم او نخبه عن الشعب. بس لو كذبة ماري انطوانيت دي كانت بدأت في الكتب، فالكذبة اللي جاية كلنا بنسمعها وبنشوفها على كل الشاشات حوالينا طول الوقت. الأسطورة بتقول إن الغرب الأمريكي في القرن ال19 كان زي ما بنشوفه في الأفلام كده، مدن صغيرة موجودة في نص الصحراء، الواد الكاوبوي راعي البقر مترشق مسدسات كتير في رجليه وجنابه، كل يوم يصحى الفجر يطلع من الخمارة يلعب مع واحد قصاده لعبة مين اللي هيقتل فينا التاني أسرع.
وبعد كده بقى يلف على حصانه وهو بيدافع عن البراءة وبيواجه الهنود الحمر الأشرار، وفي الآخر بيكسب علشان هو بطل الجرينجو يعني اللي مفيش منه. الموضوع ده في الحقيقة هو يعتبر أكبر خدعة تاريخية هوليودية. اول ما بتسمع كلمة الوايلد ويست على طول بيجي في دماغك صورة للواد الكاوبوي اللي هو الواد الاشقر الشقي ومسدسات ده وحصان سريع وبطولات ملحمية في كل حتة. بس الغرب الامريكي الحقيقي ما كانش فيه الكلام ده خالص، ولا اي رومانسية ولا بطولات ولا الشغل ده. الغرب الحقيقي كان مليان بفقر شديد جدا وعنف عشوائي وامراض كتير ومجاعات اكتر. الحقيقه ان المنبع بتاع اسطوره الكاوبويز دي ما كانش التاريخ نفسه، لكن كانت السينما والروايات الرخيصه واللي بدات تنتشر على اواخر القرن ال19. في الفترة دي كان في حاجة اسمها الدايم نوفلز، ودي عبارة عن كتب وروايات شعبية بتتباع ب10 سنت، بتتكلم بقى عن قصص بطل خيالي بيحارب الهنود الحمر الأشرار أو حرامية وقطاع طرق. الشخصيات دي يا إما كانت متفبركة أصلا بالكامل أو عاملين منهم سوبر هيروز ما بيتأثروش بأي حاجة، زي بيلي ذا كيد، وايلد بيل هيكوك، وبافالو بيل وغيرهم. كان في اكتر بكتير، بس بافالو بيل ده بالذات لعب دور محوري، لان هو اصلا كان راجل جندي وصياد، بس بعد كده عمل عروض مسرحيه سماها الوايلد ويست شو، فضل يلف بيها امريكا كلها واوروبا كمان. والعروض دي كانت عباره عن سيرك بيوريك بقى باشا الغرب المتوحش الحقيقي، زي ما السينما بتحكيه بالظبط. هنود بيرقصوا، الكاوبويز بيضربوا نار، وحصان عمال يجري على المسرح. وبسبب العروض دي ملايين الناس في العالم صدقوا ان هو ده الواقع، لكن الحقيقة كانت حمادة تاني خالص. الكاوبويز دول كانوا عبارة عن عمال غلابة بيرعوا المشاة بتاعتهم وبيشتغلوا من 12 ل 14 ساعة في الشمس. أغلبهم كان بيبقى من المكسيك أو أفارقة أمريكان، مش من البيض الشهر اللي شكلهم مظبوط طول الوقت اللي أنت بتشوفهم في الأفلام. الهنود الحمر النيتيف أمريكانز اتعرضوا لإبادة ممنهجة على وقت طويل جدا، وتم سرقة أراضيهم بالقوة والمذابح والمعاهدات الكذابة. بس في الأفلام اتمثلوا دايما على إنهم هم الأشرار الهمجيين. ده غير إن نسبة العنف والجريمة في مدن الغرب كانت اقل اصلا بكتير من اللي بيتصور في الافلام. مثلا مدينه زي دوج سيتي المشهوره بالمسدسات، سنه كامله سنه 1878 ما كانش فيها غير 5 جرائم قتل بس، يعني اللي هو اقل من اي مدينه عاديه النهارده. بس الاسطوره والكذبه فضلت عايشه ومكمله لان هي خدمت المشروع الوطني الامريكي. الغرب المتوحش بقى اسطوره بتقول احنا يا باشا الامريكان شعب الشجاع اللي بيفتح الحدود، اللي بيحارب الشر وبيبني حضاره على اراضي فاضيه ما فيهاش حد، ده لاننا قتلناهم. الاسطوره كمان خلت او عملت هويه وطنيه امريكيه جديده، وفي نفس الوقت غطت على جرائم الاباده الجماعيه اللي اتعملت ضد السكان الاصليين. وبعدين جت هوليوود في القرن العشرين وزودت الطين بله، فافلام جون واين وكل الافلام بتاعت الكاوبويز ثبتت الفكره دي، لدرجه العالم كله بقى شايف ان ده التاريخ الامريكي الحقيقي حتى لو رجعنا للحقيقي. الكاوبوي الحقيقي اصلا ما كانش بطل، ده كان واحد عامل. والغرب ما كانش وايلد يعني ولا متوحش زي ما بيقولوا، ده كان عادي جدا وناس يا عيني بتعاني. الانجليز والفرنسيين المستعمرين هم اللي سرقوا الارض وهم اللي قتلوا اصحابها الاصليين، بس عشان الزن على الودان امر من السحر، فالبروباجندا الاعلاميه بتغير الحقائق لاهداف تانية خالص وبتخلي الحقيقه تتمسح والكذبه هي اللي تعيش. زي حوار مثلا ان اينشتاين كان تلميذ ساقط وفاشل. الكدبة دي بقى هي يعتبر أكتر كدبة الناس بتحبها وبتحب تكررها، وممكن تلاقيها في كتب ومقالات لحد دلوقتي. يقول لك إيه؟ حتى ألبرت أينشتاين أعظم عقل في القرن العشرين كان ساقط في الرياضيات في المدرسة. الجملة دي بقت زي الكومفورت زون لأي طالب كسلان أو ساقط بجد أو أي حد بيحس إن هو قدام حاجة أكبر منه، لو هو يحس إن هو يعني يصبر نفسه بكلمتين ما تقلقش أنت حلو. ده حتى العبقري اللي عمل نظرية النسبية ما كانش بيعرف يحل معادلة. بس الحقيقة ان القصة دي كلها وهم وهبد. وخلينا نرجع للتاريخ وهو اللي يقول. اينشتاين وهو صغير كان بيتعلم في ميونخ في مدرسة من المدارس الألمانية الصعبة جدا، وما تقدرش تقول عليه ان هو يعني كان طالب نموذجي. المدرسين كمان كانوا بيشتكوا منه، وهو اصلا كان بيزهق من الحفظ ومن الانضباط وما كانش بيسمع الكلام. بس في الاخر النتائج والدرجات بتاعته كانت بتقول حاجة تانية خالص. هو عنده 15 سنة كان متقدم جدا في الرياضيات، وكتب في مذكراته بنفسه قبل ما تم 15 سنة كنت خلصت دراسة الهندسة التفاضلية والتكاملية. يعني الراجل كان سابق سنه بكتير جدا. بس ايه بقى اصل الهبدة دي وجات منين فكرة انه كان ساقط؟ السبب الاول هو سوء فهم نظام الدرجات.
في سويسرا وقتها نظام الدرجات كان بالعكس، يعني 6 معناها ممتاز وواحد معناها ضعيف. فلما المؤرخين والكتاب الانجليز ترجموا السجلات بعد كده لقوا ان اينشتاين واخد 1 و2، فافتكروا ان هو ساقط خالص، لكن الحقيقه ان هو كان بياخد اعلى الدرجات في الوقت ده، بس النظام بتاع سويسرا. السبب التاني هو ان الاعلام واللي بيحب يعني يبني بقى قصص دراميه الناس ممكن تبلعها، جمله زي جمله العبقري الذي غير العالم كله بدأ كطالب فاشل، هتجيب طبعا ريتش اعلى وتفاعل اعلى ولايكات اكتر من جمله العبقري اللي كان عبقري من صغره. الدراما دايما كده بتشد اكتر. لو حتى ترجع لسجلاته في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا هتلاقي ان الراجل كان شاطر جدا في الرياضيات والفيزياء، لكن درجاته الاضعف كانت بتبقى في المواد الادبيه واللغات. اللي هو يعني بيأكد ان نظرية النسبية الخاصة والعامة مبنية بالكامل على رياضيات معقدة وحسابات مصفوفات وحاجات مستحيل اي حد ضعيف في الرياضيات يقدر يعملها. بس اللي حصل ان الاسطوره فضلت عايشه لان هي بتخدم يعني حته كده عند الناس اللي عايزه تصدق ان الفشل جزء من طريق النجاح. وده طبعا صح بشكل عام، لكن مش في حاله اينشتاين وسقوطه يعني مع الرياضيات الصراحه. الفيديو ده ما كانش هدفه اننا نقول اننا بنكشف الحقائق المدفونه واللي محدش يعرفها، لا خالص. هو بس فكرة اننا محتاجين نفكر مرتين وثلاثة قبل ما نصدق اي حاجة بنسمعها او بنشوفها مكتوبة على ورقة او منتشرة مثلا في السوشيال ميديا. وبس كده. لايك وشير الفيديو لو عجبك، قولوا لنا في الكومنتس ايه هي اكتر كدبة كنتم مصدقينها، سبسكرايب في القناة، اتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.